يا جماعه عاملين ايه؟ بصوا انا هقول لكم حاجه دلوقتي بس ما تتصدموش. عروس البحر وعريس البحر، عارفين طبعا ليتل ميرميد والحاجات دي واكوا مارين اللي شافوا الفيلم. في ناس طبعا على فكره بجد والله ما بهزرش، بس صدقوا ولا لا الحاجات دي بجد موجوده. عشان كده هادي قرر ان هو يروح يشوفها بعينيها، لان لما قعدت احكي له ما صدقش، بس خلاص شوفوا في الاخر هيتكبس يعني. anyway هقول لكم كل حاجه عن عروس وعريس البحر، بس عروس وعريس البحر سوري. بس الاول هنطلع اس ام اس ونشوف مسجز والبوست وهنرجع على طول. متنساش ها. Do to get you home, my jeans full of guap and they ready for shows. Cadillac Maybach for the sexy grown. Patron on the rocks that'll make you moan. One stack, come on. Two stacks, come on. Three stacks, come on. Now that's $3 grand. What you think I'm playing? Baby girl, I'm the man. I ain't been a rubber band. That's what I told her. رجعنا لكم وعندنا مسج بتقول من رحاب السيد، بتقول هاي يا مي وهاي يا هادي، عاملين ايه؟ عجباني صوركم قوي على الفيسبوك وانا متابعاكم متابعه كل حلقاتكم، لكن في حلقات بتقع مني علشان كده يا ريت تنزلوا كل الحلقات على اليوتيوب. حاضر ان شاء الله يا رحاب، هنحاول ننزلها كلها على اليوتيوب. عندنا برضو نور عزت، ده ولد بيقول انا موهوب جدا في الطبخ بعشقه، ينفع تعملوا حلقه معايا؟ على فكره انا عندي 15 سنه. 15 سنه يعني انت كان بتطبخ وانت عندك 15 سنه، ده تقدم يعني ما شاء الله. طب كويس جدا. على فكره انا برضو بحب الطبخ فاهم. نفسي اتعلم، عشان لو جبناك مره بقول لك اهو لازم تعلمني الطبخ وعشان ابقى اعرف اطبخ حاجات وكده. ومعانا مين تاني؟ معانا هلا عصام، بتقول برنامجكم حلو جدا وعايزاكم تعملوا حلقه عن توائم وعالمهم، لان اكترهم بيحسوا ببعض. انا ليا اخ توأم. ايه ده الله. تخيلوا لما اتكسرت ايده وجبسها فضلت ايديا وجعاني وما قدرتش اتحكم بيها لحد ما هو فك الجبس. انتوا عارفين يا جماعه بجد الحاجات دي بتحصل، يعني مثلا مش شرط ان انتوا شفتوها في افلام وتقولوا لا دي في افلام بس او سمعتوها في قصص، لكن بجد في اخوات بيحسوا ببعض وبيبقوا توائم بالذات. في برضو معانا بنت بتقول نهاركم سعيد، السلام عليكم، انا من السعوديه وعمري 14 سنه واود ابعت تهانيه لكل الشعب المصري اللي بحبه، وبحزن لما بشوف ان عنده مشاكل. ان شاء الله ما فيش اي مشاكل وكل الشعب المصري ان شاء الله مشاكله هتتحل. ومعانا برضو كريم العربي بيقول انا عندي 16 سنه وبحب البرنامج بتاعكم وعايز تستضيفوا لاعبين الكوره او حتى تكلموهم او تتصلوا بيهم زي ما بتعملوا، وارجوكم اول واحد يكون ابو تريكه. ان شاء الله ده يكون فخر لينا ان احنا نكلم اي حد فيهم، بالذات هنكلم لك ابو تريكه يا سيدي وجد ومتعب وكل الناس اللي بتحبها، ان شاء الله شيكابالا لو عايز. وبس هي دي تقريبا كل المسجز اللي معانا. فالاول هنطلع تقرير وبعدين ارجع احكي لكم عن عروس البحر وعريس البحر. Get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Yes, I can. Doubt better leave. I'm running with this plan. Pull me, grab me, crabs in the bucket can't have me. I'll be the president one day. January 1st. Oh, you like that gossip? Like you the one picking what gossip.com. Now I got a word for your tongue. How many Rolling Stones you want? Yeah, I got a brand new spirit speaking and it's done. Woke up on the side of the bed like I won. Talk like the wind in my chest to that sun. G5 in the US to Taiwan. Now who can say that? I wanna play back. Mama knew I was a needle in a haystack. Oh, body boy, plus way back. I got a feeling it's a rap. ASAP. Sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling.
ناس كتير تعرف حاجات عن الكائنات البحريه، سواء عروس البحر او عريس البحر او غيرها، لكن كل الحاجات دي موجوده في متحف الكائنات البحريه اللي موجود في الغردقه. المتحف ده بيبقى فيه كل مجموعه من الكائنات البحريه والهياكل والبحريه والزواحف، وهو مكان بيكون فيه يعني بتقام فيه الابحاث، ويعتبر رمز يعني لكل اللي بيهتم بالمعالم البحريه. وهنشوف كل ده وهتعرفوا كل حاجه مع هادي، لكن نروحوا الاول. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Tonight's the night. Let's live it up. I got my money. Let's spin it up. Go out and smash it. Like oh my God. Jump out that sofa. Feel the shot. Body rock. Rockin' don't stop. Round and round. Up and down. Around the clock. Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday. Friday, Saturday, Saturday to Sunday. Get with us. You know what we say. Party every day. Party every day. And I'm feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. النهارده بقى حلقتنا حلقه جديده جدا في مكان مختلف جدا. لو ده على فكره البحر الاحمر، احنا موجودين في الغردقه دلوقتي عشان اللي شدنا ان احنا نروح البحر الاحمر ونشوف في مكان جميل زي ده. اكتشفنا فيه حاجات كتير قوي، شفنا فيه انواع اسماك محدش كان يعرفها. انا عن نفسي في حاجات شفتها ما كنتش اعرفها قبل كده. اكيد حد من مشاهدينا في اسماك نفسه يتعرف عليها اكتر، وده اللي هنعرفه النهارده. تعرف بيك إيلين. الهند ازاي؟ الحمد لله تمام. هبدأ معاكي بالمكان الجميل ده، بس انا شايف ان المكان يعني حاجة جديدة من نوعها، ان هو انتوا بتحاولوا ان انتوا تنشطوا يعني ليه علاقة بتنشيط السياحة، ولا هي مشروع ان السياح بس اللي بيجوا، ولا في حملات تانية بتيجي من كل حتة؟ هو في سياح بيجوا بس وفي مصريين بيجوا طبعا، وفي مدارس بتيجي، وفي جامعات بتيجي، تمام. في ناس كتيرة بتيجي. عايز اعرف فكرة المكان من اول ما ابتدى خالص، ازاي جت الفكرة؟ ازاي جت الفكرة؟ هو المكان موجود من سنة 42 بس تم تجديده من 2000 يعني ابتدى التجديد فيه من 2010 لغاية دلوقتي. احنا فتحنا اول يوم عيد الفطر بعد التجديدات وبس. تمام. عايز تعرف طيب اكتر عن ايه الاسماك الجديدة اللي انتوا قدرتوا تكتشفوها في فترة، اصل انا مش هقول اللي على السنة اللي فاتت ولا قبلها، لا في الفترة يعني فترة قريبة كده. كام هي احدث سمكة موجودة واتحنطت في المتحف سمكة السان فيش، سمكة الشمس. ودي سمكة دخلت من المحيط على البحر الابيض، وفي صياد جابها لنا هنا، عملنا عليها درسوها يعني وعملوا لها تحنيط بعد كده اتحنطت. تمام. طب عايز اعرف ايه خطتكم الجاية في المكان؟ بتفكروا تطوروا حاجات اكتر فيه؟ تفكروا تعملوا حاجة جديدة اكتر؟ احنا ان شاء الله يعني لما نخلص الاوراق بتاعه المكان ان احنا هنقدر نبتدي الاكواريوم المفتوح او المارينا، بس دي محتاجة تصريح كتير فلسه ما خلصناش، بس ان شاء الله لما تخلص هيكون في مارينا شغالة. المارينا دي مارينا يعني المراكب بتركن عندها والناس بتدخل عن طريق المارينا دي لأي مكان، يعني المكان اللي احنا فيه ده دلوقتي. في مشاكل بتقابلكم هنا؟ التصاريح.
تصاريح هي شكلها مشكله كبيره، التصاريح مش هندخل فيها، بالظبط بس اكيد هنعرفها بنتكلم عن وهنحاول. السمك. بالظبط، خلينا في السمك بقى. اوكي. اوكي، يعني كلمتيني قبل ما نبدا الحلقه عن في حملات من المدارس بتيجي، في حملات بتيجي من داخل الغردقه ومحافظه البحر الاحمر عامه. عايز اعرف بيبقى ايه رد فعل الاولاد لما بييجوا يشوفوا الاسماك هي في ردود افعال كتيره يعني. في اولاد بتحب تتصور، وفي اولاد بتحب تسال كتير عن مش واحد السمك. رخم دخل كده قال ايه المكان الغريب ده؟ جه على فكره. جه جه بس يعني اصحابه قالوا له اقعد ساكت يعني. طب زي ما اتكلمنا ان في حملات بتيجي وفي سياح بيجوا، لما بتيجي تعملي جايدنج الاولاد او السياح اللي بيجوا بتشرحي لهم ازاي، او ايه الاسئله اللي بتستقبليها انت طبعا بتعرفهم بالسمك اللي موجود، بس بتعمل وعي للناس. يعني في اسماك في البحر الاحمر اسماك سامة، بتقول لهم السمكة دي سامة وبتوريهم شكلها، بحيث ان هو لو نزل البحر او كده ما يقربش منها. بتعلموا ان الشعب المرجانية دي حاجة غالية وبتنمو سنتي واحد في السنة، فياريت ما تكسرهاش، ما تقربش منها. بيتعرف على انواع القروش، بيشوف اشكالها، يعني بيتعرف على حاجات في البحر هو يمكن ما شافهاش قبل كده. قبل ما اختم معاك عايز كلمه منك للكاميرا. مستقبل المكان هنا في ايدك ان شاء الله طبعا، او لما تكوني موجوده فيه، عشان شايفك يعني في روح حلوه ان شاء الله فيه. ان شاء الله انت ناس بتحب البلد، ناس بتنشط السياحه. عايز كلمه منك بقى تقوليها لاي حد ما جاش الغردقه ما دخلش المكان ده. انا اتمنى نمرة واحد اي مصري يجي هنا، ان لما يجي مكان ويشوف قد ايه كان عندنا عالم كبير قوي اسمه دكتور حامد جوهر، قد ايه كان بيهتم بالمكان رغم ان الامكانيات كانت قليلة خالص. فيمكن يكون مثل اعلى لناس كتيرة، ويبقى عندنا دكتور حامد جوهر كتير في المستقبل. اشكرك جدا. في الواقع أن بعض هذه القروش في منتهى الخطورة، ولكنها ليست بالانتشار الكبير، وبخاصة في مياهنا المصرية بالدرجة التي تبعث على كل هذا الخوف. وبخاصة أيضا التوزع في البحر بيختلف كثيرا، وأكثر ما تكون في الأماكن البعيدة عن الشواطئ وحول التلال البحرية أو الجزر التي ترتفع من قاع البحر في عرضه من أعماق بعيدة إلى السطح، وتكون هذه عادة على بعد من الشواطئ. وأذكر من مثل هذه الأماكن الشعب المرجاني المعروف باسم أبو الكيزان في البحر الأحمر، وفي قبالة تقريبا رأس بناس، وهو المعروف أيضا باسم ديدالس، ولكن الاسم الأصلي هو أبو الكيزان. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. احنا النهارده في بيت البروفيسور حامد جوهر، ده اتحول الى مزار سياحي ومتحف في نفس الوقت، ومعنا احد من شغالين المتحف، ونحب برضو ناخد منه بعض المعلومات عن المتحف، وهو اكثر مني خبره، ونتعرف على مستر باهر عزت. اهلا وسهلا بحضرتك. اديني بس بعض المعلومات عن المتحف وعن خريطه وصف مصر، وعن كل الاكواريوم ده ايه اللي حصل فيه، وايه من ساعه البناء بتاع الاكواريوم جه ازاي وحصل ازاي. هو في الحقيقه اول من انشا هذا المكان الدكتور حامد جوهر، كان ساعتها تلميذ لمستر كوستو معروف عالميا طبعا. اول من اكتشف الشعاب المرجانيه في البحر الاحمر وعمل عليها دراسات، وعمل دراسات لسمكه القرش، وكان هو معروف جدا، كان هو اللي بيقدم برنامج علوم البحار.
عندنا هنا مقتنيات لي كتاب وصف مصر بتاع نابليون، كان هو حضرتك انا سمعت برضو ببعض الاحجار وعن خريطة وصف مصر زي ما بتقول حضرتك، فعايز اعرف برضو هو كتاب وصف مصر. كتاب وصف مصر، فعايز اعرف ده كله يعني ايه المعلومات دي برضو حضرتك كتاب وصف مصر ده كان عمله طبعا نابليون بالنسبة كان بيوصف كل الحياة في مصر بما فيها الحياة الريفية، الحياة البحرية. أخذ الدكتور جوهر هنا الكتب اللي هي تخص الحياة البحرية، احتفظ بيها هنا زي ما حضرتك شايف. في خريطة هنا، في أطلس بتاع الملك فؤاد الأول، بعض من أحجار المعادن اللي هي تخص جبال البحر الأحمر، في خريطة حوض النيل من سنة 1908. المكان هنا ثري بالتراث بتاعه، بالحاجات التاريخية. زي ما حضرتك شايف المكان نفسه فيه عبق التاريخ نفسه. هو كانت الاستراحة بتاعته هنا، كان المعمل بتاعه، كل حاجة تحول لمزار في نفس الوقت برضو للسياحة. طب كنت عايز اعرف هو متأسس من امتى الاكواريوم ده، يعني من امتى بالظبط لو حضرتك عندك خلفية تأسيسه او؟ سنة 1942. Yes, I can. Doubt better leave. I'm running with this plan. Pull me, grab me, crabs in the bucket can't have me. I'll be the president one day. January 1st. Oh, you like that gossip? Like you the one picking what gossip.com. Now I got a word for your tongue. How many Rolling Stones you want? Yeah, I got a brand new spirit speaking and it's done. Woke up on the side of the bed like I won. Talk like a winner, my check to that sun. G5 in the US to Taiwan. Now who can say that? I wanna play back. Mama knew I was a needle in a haystack. I'm a Valley boy, plus way back. I got a feeling it's a rap. ASAP. طب التحنيط او اسماك التحنيط وكل ده، يعني هو ايه الفكرة برضو اللي هو يعني حنط الاسماك، وانه فينا هو كور او صخور او معادن من البحر؟ هو اكيد كان عنده فكره ان هو في اسماك هتنضر بعد ذلك، لان هو كان عامل عليها ابحاث، وفعلا في بعض من الاسماك كحجم نضر حجمها دلوقتي، وفي بعض الاسماك شبه اختفت من البحر الاحمر. هو محنط كل حاجه، كل الاسماك تعتبر اللي نضر وجودها حاليا في البحر الاحمر. مستر بارك، كنت عايز اسال حضرتك سؤال، ايه برضو اللي بيشد السياح اكتر للمعهد او الاكواريوم ده اللي هو يعني؟ التراث اللي احنا فيه، بلس انك انت النهارده في معهد بحث علمي، يعني برضو الموضوع هنا بيختلف تماما، ان هو مش ترفيهي فقط، ترفيهي وثقافي. غير كده يعتبر المكان الوحيد اللي في البحر الاحمر كله فيه، لو استغلناه صح بقى، يعني نشوفه صح ويكون مكان كبير ان شاء الله. ما احنا واخدين الكلام كاداره وتسويق باذن الله. بنحاول نسوقه لشركات السياحه، ولا صدى حلو كويس جدا يعني في للسياحه والمنتجعات. يعني ما فيش هنا اعتقد سايح بيجي غير لما بيتبسط جدا 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 يعني. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. انا شايف ان الاكواريوم مش مشهور او هو مش مشهور. احنا لسه فعلا في الحقيقه لسه التجديد دوت لسه خلصان يا دوب، ما فيش من 4 شهور. قابلنا بعض المشاكل، وما زلنا طبعا بنقابل بعض المشاكل في التطوير، ولكن الحمد لله فتحنا كذا صالة هنا للمعروضات، واتمنى ان حضرتك لو خدت جولة معانا تتفرجوا عليها، يعني من ضمن الحاجات. كنت برضه عايز اسال حضرتك عن اللوح، ايه ابرز اللوح الموجوده هنا هو عندكم مثلا في المتحف اللي هي بتشد السياح لينا هنا؟ احنا هنا 3 اماكن عرض. المتحف بتاع حامي جوهر، متحف الاسماك المحنطة، المعرض الاكواريوم اللي هو معرض السمك الحي. حامي الجوهر هنا في اللي هي الخريطه بتاعت مرسى مباحث، لان المنطقه ديت كانت اول بحث علمي للشعاب المرجانيه والسمك كانت في المنطقه دي، فتسمت بذلك مرسى مباحث. وخريطه حوض النيل من 1908. عندك اطلس زي ما قلنا في الاول، يعني اطلس بتاع الملك فؤاد الاول، 3 اجزاء بتوع كتاب وصف مصر بتاع نابليون. ولسه في بعض من الاسماك المحطوطه في الفورمالين من سنه يعني 1938 اعتقد. دي برضو احتفظ بيها الفورمالين للدراسات بتاعته.
لما نيجي نتكلم على الدكتور حامد جوهر، هو كان موسوعه في الحياه البحريه عموما يعني، والدراسه البحريه. اشكر حضرتك يا مستر باهر جدا على ذوق حضرتك خلاص. What.com. Now I got a word for your tongue. How many Rolling Stones you want? Yeah, I got a brand new spirit speaking and it's done. Woke up on the side of the bed like I won. Talk like a winner, my chest to that sun. G5 in the US to Taiwan. Now who can say that? I wanna play back. Mama knew I was a needle in a haystack. Oh, body boy, plus way back. I got a feeling it's a rap. ASAP. النهارده في رحله بحريه جامده جدا على فكره في الغردقه في البحر الاحمر بالذات. فمعانا النهارده صديق كرولوس هيكلمنا عن الرحلات البحريه. ازيك يا كرولوس الاول؟ ازيك يا هادي، اخبارك ايه؟ تمام. عايزك تكلمنا عن الرحلات البحريه، ايه انواع الرحلات البحريه هنا في الغردقه؟ احنا عندنا انواع رحلات بحريه كتير. عندنا رحله الجفتون، رحله الدولفين هاوس، عندنا رحله الجونه، رحله الجزر بنشوف الشعاب تحت الميه، عندنا رحلات صيد، عندنا كايت سيرف، عندنا ويند سيرف، عندنا البنانا، عندنا السبيد، عندنا السكيتنج في البحر. انا بستغرب من حاجه غريبه قوي يا هادي، ان الاجانب الكتير الشباب بيجي لنا هنا وبييجوا يستمتعوا بكل الكلام اللي احنا بنقول عليه، انما المصريين ما بيعملوش اي حاجه من الكلام ده خالص. تفتكر ليه الشباب المصريين مش عايزين يجوا؟ تفتكر خايفين من حاجه، او الاسعار ممكن يكونوا شايفين الرحلات البحريه او فيها خطوره؟ لا، الاسعار عندنا اسعار كويسه جدا، مفيش حاجه اسمها الاسعار، بس هي ما تفهمش كسل ولا ايه. يعني انا مثلا لما كنت بتمرن دايفنج كان عندي كام؟ كان عندي 15 سنه اول ما ابتديت اتمرن. المدرب بتاعي كان انجليزي، بيقول لي يا كرولوس انا مستغرب ان الشباب بره مصر بتقعد تحوش السنه كلها عشان خاطر تيجي تغطس عندنا هنا، تغطس عندكم هنا في الغردقه وتتعلم الغطس. انتوا هنا المصريين ما بتعملوش حاجه خالص. قال لي فبيسالني هل ده مثلا عيب دعايه، عيب الشباب ما بتحبش الكلام ده، الشباب بتخاف. فقلت له صدقني ممكن تكون خوف قبل اي حاجه يعني. طب انا كجاي زياره للغردقه وجيت لك مثلا علشان عايز اعمل رحله بحريه، عايز اعمل دايفنج، هتقول لي ايه مثلا؟ وكمان بعد ما النقطه ديت انا عايز اعرف اللبس اللي بيلبسوه في الدايفنج بالذات بيتكون من ايه؟ لا بيتكون مش حاجات كتير، بس هي حاجات بتتلبس ورا بعضها، بس ليها تنظيف في اللبس. بس اول حاجه بدله الغطس اللي هي بتبقى كاوتش، بتبقى حوالي 2 مللي او 4 مللي. بعد كده تاني حاجه بيتلبس حزام الرصاص، بيتلبس عشان تعمل بالانس تحت الميه. بعد كده بتلبس البي سي دي وبيتربط فيه انبوبه الاكسجين. البي سي دي اللي هو الجاكيت بيتلبس عامل زي اللايف جاكيت، بيتنفخ هواء من الانبوبه عشان تعرف تطلع او تنزل بيه. في الريجوليتور بعد كده بتحطه في بوقك عشان يوصل لك اللي هو الكونكشن اللي بيوصل الاكسجين بالانبوبه اللي هتحطه في بوقك، والماسك اللي بتشوف فيه تحت الميه. تمام. كيرو، انت كمثال شاب مصري، انت بقالك كام سنه عايش في الغردقه؟ انا من سنه 96. حياتك اتغيرت لما انتقلت للغردقه؟ من ناحيه ان انت جيت اشتغلت هنا، جيت قابلت ناس تانية، جيت شفت. بالنسبه للنقطه اللي اتكلمنا فيها ان في شباب بتخاف تيجي هنا كزياره او كشغل، انا لقيت نفسي هنا بلد جديده، بلد كلها شباب يعني كبار في السن، ما يقدروش ان هي البلد محتاجه الواحد يتحرك كتير في الشغل وكل حاجه، فلقيت نفسي هنا طبعا في البلد هنا. انما حياتي اتغيرت، الحياه هي ان البني ادم هو هيتغير فيه. قبل ما اختم معاك يا كيرو، عايز كلمه منك لمستقبل السياحه في مصر ان شاء الله اتمنى لها ايه؟ ربنا يبارك في السياحه، بس عندنا ان هي ده مصدر اكل عيش لاكتر من نص المصريين كلهم. انت عندك من بتاع السوبر ماركت بيسترزق من السياحه لغايه اللي شغالين في السياحه نفسهم، ده الغفير اللي ماسك في عماره بيسترزق من السياحه برضه. فربنا يكمل فيها، وبشجع الشباب ان هم ييجوا يشتغلوا في السياحه، يعني مش كل السياحه مصدر اساسي في البلد هنا في كل حاجه.